كده 2 كيلو. عاوزين لك حاجه تاني؟ لا ما ابغى، تعال وراي حتى بالسياره. اوديها على السياره؟ لا مؤاخذه انا راجل باشا، بس باشا في شغلي. حاجتك دي عايزه توديها انت خديه، لكن انا ما بوديش حاجه لحد. هو انت بتتكلم كتير ليه؟ هي مش قالت لك ودي الحاجه على العربيه؟ انا شايفك واد بلد، يعني اللغه واحده. حاجه قدامك اهي، عايز تاخدها توديها على العربيه انت وديه، ولا هي مشغلاكم وراها ايه بالظبط؟ شغلنا وراها ده انت ما تفهموش، انت حله بتاع خضار مش جواهرجي، وبعدين في محل سكريت جنبك، هي رضيت تنفعك انت، فانجز وشوفها عايزه ايه. شنو يبغى مصاري؟ اعطيله. ايه هتشترينا بفلوسك اياك؟ لو عايز تاخدها على المحل السكريت روحي معاه ويلا من هنا عشان ما عنديش خضار. بعد اذنك يا ملك، سيبيني انا اقدمك. يا مش قالت لك تودي الشنط على العربيه؟ هتعمل كده ولا اقدبك؟ انت تأدبنني؟ ملعون ابو اللي عارف كلمته ما تمشيش ويقولها، وملعون ابو اللي عارف كلمته تمشي وما يقولهاش. يلا من هنا توكل على الله وامشي على رجليكم احسن. يلا تأدي الزقه دي؟ طب يلا بقى شيل الفرشه اللي تقرف دي بدل ما ارميها لك بره. شكلك ما يديش على كده، وكل ده احترام لكون انك ضيف، عشان ما تقولوش ان احنا عملنا معاكم قله الاصل. يلا ما عنديش خضار، روح اشتروا من السكريت يلا. مش انت اخر سكرتها هنشتري منه، بس حق الزقه دي هيرجع لي. يلا تعال وراي على السياره يلا. تلاتة ب10 يا بطاطس. انا مش عايزاكي تقلقي خالص يا استاذه ملك، اكيد ايهاب هيعرف يتصرف كويس قوي مع الفكهاني ده. مالك دخل، سوي لي تجهيزات السياره حقي، انا ابغى اروح لحالي. تبغي تروحي لحالك ازاي؟ يعني تروحي ازاي؟ انت لسه نازله من السفر، ازاي تمشي لوحدك؟ دولت انا ما احب كرر كلامي مرتين، حالا تسوي تجهيزات السياره تفهمي؟ خلاص يا استاذه ملك اللي انت شايفاه بقى. مفاتيحها ايه والعربيه جاهزه، بس خلي بالك على نفسك. اهو والنبي يا معلم يبقى جيب لي بطاقتين عشان صاحب الفيلا موصينا على البطيخ. من عين المره الجايه اول ما العربيه تيجي هحجز لك بطيختين مرملين. امسك. ماشي. بتاع الغلابه يا قط. كيفك؟ وش اخبارك؟ بتاع الغلابه والله استنيت وقلت حد يجي يمشيني، قلت الكلام ما لهوش جمرك، مع ان سد مع اي حد وبطولي. لا ما في حد، انا جيت لحالي. ولو في انا كديهم. ها عاوزين لك طماطم ولا بطاطس؟ لا ما ابغى. شنو رايك تشتغل معاي؟ لا كاري غير كارك، عنديني اللي بيخرج من كاره بيتقل مقداره. انا شغلك ده ما فهموش، طول عمري في الفاكهه والخضار، حكم انا فكهاني شاطر والسوق كله يعرفني. انت منو؟ انت من وين؟ انا من الصعيد. شنو السعيد؟ الصعيد احنا العز، احنا المجد، احنا القيمه، احنا القامه، احنا الكرامه، احنا الصعايده. معلش ممكن كلامي ده انت ما تفهموش، اللي ما دخلش الصعيد وعاش فيها وفهم قانون ايه صعب يفهم كلامي. خلاص ما في مشكله، انا رح اشتغل معك. تشتغلي معايا كيف كده؟ انا مش هبيع، السوق كله هيتلم. ليش؟ يعني مصممه تشتغلي؟ ايوه. انده وقولي التلاتة بطاطس ب10. التلاتة بطاطس ب10 كده الناس. هو انت هنا بتعمل ايه؟ ايش بك انت؟ مالك دخل، وش فيه؟ سبع وحذرتك قبل كده وسامحتك على الزقه اللي انت زهقتني. سبحان الله، سبحان من خلق فينا من بعض. انا برضو سامحتك لما عليت حسك عليها في مطرحي. في بداية الكلام تحترم عقلي وما تستخدمش معايا اسلوب ترهيب لاني ما بخافش. وانا ما بخوفكش، انا جاي اضربك. بقول لك خدني على اخوانا. عشان غشيم. رايح له لوحدك ليه؟ طب كنت قول لي، كنت رحت معاك ما كانش حصل فيك كده. انا مش فارق ايه اللي حصل لي، انا اكتر حاجه مضايقني ان انا رحت ولقيتها عنده كمان بيتكلموا. انت اسمع، انا بعطيك مصاري علشان تشتغل معي، مو عشان تتدخل باموري الشخصيه. وانا مش فارق معايا المصاري، انا هنا عشان خاطر احميكي. لا ما ابغى، مالك دخل باموري، تفهم علي؟ انا هوريك المصاري هتعمل ايه، بس انا مش هسكت. هتعمل ايه يعني؟ هتروح عشان يتكسر الدراع التاني ده؟ وعشان ما اكسرش ايدي التانيه لازم استخدم عقلي. عشان تقل من الراجل الصعيدي ده لازم تقلعه الجلابيه، وانا هروح السوق واقلعه الجلابيه في وسط السوق كله. حلو، وانا معاه. يلا. اسمع، توك تلم حاجتك وتمشي من هنا. ليه؟
انا ابغى افهمك بس. هددوكي بيا صح؟ طيب اسمعي، انا راجل ما غلطتش، هو اللي جه في مكانه على حسه ورفع يده علي، فكان لازم ارد عليه. بس انا ما ابغى مشاكل. انا ابغاها. انا جاي البلد ده اكل عيش، ايوه، بس اللي يبص لي بعينه اخزقها له، وهو عايز يضربني انا بالقلم، كان لازم اكسر له يده. انا مش عايزك تخسري شغلك مع الناس دي، ارجعي ما تقلقيش، انا في امان. بس عايز افهمك على حاجه، ان كانوا بيهددوكي وعمر ما اكون انا السبب، ووصل لهم الرد مني، اللي هيجي لحد فرشتي طلاق 3 وراجل صعيدي بيقولها كلمه ومش هرجع فيه، لعلقه في مطرحي واخليه عبره للسوق كله، واللي ما يشتري يتفرج. تعالي كلي. ما ابغى. لا ما تتعبش نفسك انت، انا قاعد ارمغ الفرشه دي على دماغك. تعرف جاهز يا مصطفى؟ انت هتكتفه وانا هقلعه الجلابيه الحلوه دي وهلف بيها السوق كله. طيب اسمع، جيت لي فرش المره اللي فاتت وكسرت لك دراعك وسبتك، وجيت دلوقتي زحتني على الفرش وممكن اسيبك عادي، بس في حاجه واحده انت غلطت فيه، حته الجلابيه. التسامح ده صفه من صفات الاله، وانا مش اله، دي ما بسامحش فيها ابدا. زي ما قال لك يا مصطفى، انت تكتفني وهو يقلعني الجلابيه ويلف بيها السوق كله. سيبك من مصطفى وخليك راجل لراجل. هضربك ومحدش هيوقف جنبك، لانك انسحبت من لسانك اللي عايز قطعه دي وقلت راجل لراجل. انا كنت مفكرك عاقل وطالع لمصطفى وهتسكت، بس طلعت لا طالع لمصطفى ولا طالع عاقل لنفسك. رايح انت يا مصطفى، تعال بقى وراجل لراجل، امسك ده يا مصطفى. ممكن افهم وش صار؟ جبت لك رجالتك عشان بس حد فيهم فكر يجينا عند الفرش تاني، واهم حاجه مصطفى عايزه زي ما هو واقف كده وبنضارته. بص يا رجاله، لو ملك هانم بعتت حد فيكم عايز يشتري طلبات من عندي مش هقصر، بس انا هشيلك على كتفك دي عشان ده مكسور. يلا سلام عليكم يا ملك هانم. عاجبك يا عم اللي بيحصل ده؟ اديني مهلة واحدة وانا هجيب لك حقك. عارف يا اسلام، صبر السباع وسكونهم عمرها ما بتبقى طيبه ولا حنيه، دي بتبقى سكتة توقف فيها الصوت والحركة، ما بيبقاش غير سامع دقات قلب الفريسة في ودن السبع، وفجأة بيهجم غارس في لحمها مخالبه، ما بيدهاش فرصة حتى تتوب ولا تستغفر عن ذنوبها، وانت جاي في السكتة دي بتطلب من السبع يقدموه ليه؟ انت خدت ايه بعد المشاكل يعني؟ فرشتك باظت وشغلك، هتستفاد ايه بعديها؟ كل ده ما هممنيش دلوقتي، كل اللي هممني ان اخد حق منه، وهو ضربني من ظهري، وعمر ضربة الظهر ما بتتحسب مرجلي، مش هسكت غير لما اخد حقي، ولو انت بتعزني ما توقفش في طريقي. اللي انت شايفه يلا يا دولة دويك. لا انا زهقت بقى، ما يلا نخرج يا مصطفى شويه. اخر دور وهنقوم جراح. ما تخافوش، انتوا خايفين ليه؟ هو انت طلعت امتى؟ طلعت ميتة دي بتاعت ربنا، وجاي لك عشان توصل له كلمتين، اني راجع اخد حقي، والحكايه لسه ما خلصتش، باقي فيها سطرين واوعدك هكتبهم بدمه. ما تخافوش، عوايتني مش بنضربه حريم. اسمع، اوعى تفكر ضربتكم اللي في ظهري ده هتعدي، لا دي جواتني، وخليك عارف اني راجع وههد الدنيا دي فوق دماغكم.
لازم اكلم ايهاب بسرعه. انت فين يا زفت؟ ابو جراح خرج. ايهاب انا قلت لك ما ابغى دم، ليش طعنته؟ والنبي ياما فوقي، انا مش فاكرين اللي انت تعرفيه. اتكلمي كده عربي واستهدي بالله. مش عشان الارض بتاعت الواد المعفن ده هنلعب الدور ده. طب بالبلدي كده، انا قلت لك مش عايزه فيها دم وانت خليت فيها دم، فشيلها بقى واشربها لوحدك. في داهيه. وبعدين الواد ده ما بيموتش ولا بيحصل له اي حاجه، عيل ب7 ارواح. انا نفسي افهم هو ما بيموتش. انت جيت يا معلم؟ بص انا اقول لك كل حاجه بس تطلعني من الموضوع ده. كل شيء انت رح كفايه كدب بقى، كفايه كدب. البت دي اللي متفق معايا عشان نعمل معاك الحوار ده، وصدق اخوك بقى المره دي. لا مش انا لوحدي، ده هو كمان. يا معلم دي بتتكلم عربي ايه؟ يعني هي اللي كانت عايزه تنصب عليك، انا بره عني. انا مش هرجع غير لكلمه واحده، انت لسه ما متش. لا لسه ما متش. ربنا كتب لي الحياه من تاني عشان ارجع واخد حق منك، ولو مت على الاقل هيقولوا مات راجل. هو بياخد حقه. يا معلم استهدى بالله، انا قلت للبت دي كده عشان محدش هيحميك مني، محدش هيحميك من شري، محدش هيحميك من يد البطاش. طب بص البت هي عندك وانا سامعلك. مش هرحمك، هخليهم يبكوا عليك ويتحسروا عشان خاطر مش موت، عشان مش هيلاقوا قبرك. وانت تيجي مني، من عمري ضحكت ما طلعت لحد غيري، عمر كلام الزين ما حد سمعه غيرك. في الاخر تطلع كل ده لعبة عشان خاطر. معلش هسيبكم انا مع بعض. انا وعدتهم ان الحكاية فاضل فيها سطرين وهكتبهم بدمك. ابعد انت. لا ما مش هتخلص كده يا معلم، مش هتخلص كده. هي السبب والله. ذهني توقعني في المي وما خلتنيش اخد حق منه. يعني انت عاوز تقتله يعني ولا ايه؟ ايوه اقتله عشان دي طار، وضربته في ظهري مش هعديها له حتى لو قعدت 100 سنة 100 سنة. اسمع يا اسلام، انت صاحبي واكل معي عيش وملح، وبقول عادي. جيت وقفت جنبي ومنعتني عن حاجات عايز اعملها وبرضك قلت عادي. منعتك عشان مصلحتك. لا، مصلحتي في اني اخد حقي، اخد حق منه لما اشوفه بيفرفر قدامي. جيتش في يوم حسبتها لو كنت مت موقفي كان هيكبح، كنت رحت فضيس عركة السوق، خدت غزة وموت، كانش هيقبل يدي. بس انا في ناس في بلدي تنزل تاخد حقي في البلد دي وعلى الطلاق يقفلوها. اسمع اسلام، اعمل اي حاجة في الدنيا الا انك تيجي على كرامتي، الا ان اطاط راس الحد. لو هطاط راسي هتقضيها الكبير، عشان الكبير هيكبرنا وسط الخلق. انا عايز افهم حاجه واحده بس، هو انت ليه حاسبها كرامه؟ ما حسبهاش ليه انك هتروح 60 داهيه بسبب واحد زي كده؟ وعايز نسيب ضربتي؟ شكلي قدام نفسي، شكلي قدام نفسي لما غير جلابيتي دي وابص الاقي فيها جرح وما خدتش حقي منه. انت في طريق وانا في طريق، لا انت وما تقفش في وشي يا ابن الحلال، الله يبارك لك، عشان لو وقفت في وشي هخسرك، حط تحت هخسرك مليون خط. احمد انا كنت جاي اقول لك سامحني، انا ما كنتش عارف الموضوع يوصل لكده وان هو ممكن يضربك. انا حبيتك بجد لما شفت رجولتك وجدعنتك. ما بتزهقيش، كدبة جديدة وجاية تاني تكدبيها علي. لا دي مش كدبة، دي الحقيقة. كلك على بعضك كدبة، كل حاجة شفتها كانت وهم. فكرتيش انا ومرمى على السرير وهو كلها اجهزة وسلك متعلقة فيا؟ ما فكرتيش في دي؟ انا ما كنتش عارفة ان كل ده هيحصل وندمت وسبتهم، ما كنتش عارف ان هما كمان كانوا متفقين عليك. حصل وممكن كنت اروح فيه. كل حاجة حلوة كانت معاك، كلام، هزار،
اهلي سموني جراح عشان ما بحسش بحد، لكن انت بدلتك نفس الاحساس بالظبط، وجايه دلوقتي تفتح الجرح اللي انا قفلته. بس لا، انا لسه زي ما انا وما اتغيرتش. كنت فاكر ان هو اللي بعتك عشان ينام على فرشته ويطمن. لا مش هو اللي بعتني، انا اللي جيت لك من نفسي، انا فعلا حبيتك بجد. قولوا له وفر على نفسك، كده كده مش هسيبه وهاخد حق منه، ولو جاي خايف عليه خاف على كل اللي أنا جراح اللي لعمر الخوف ما كان من طبعه، اللي لعمره اتكسر ولا هيتكسر. انا جاي البلد ده اكل عيش، وبعد الضربه اللي انا خدتها الموضوع اتحول معايا لحته تاني خالص، هاخد حق منه. امشي امشي ومش عايز اشوفك تاني، وابعد عن طريقي. مشروع قال. ياه طلعت قوي، ووعدتك ان الحكايه فاضل فيها سطرين وهكتبهم بدمك. هو انت لسه فيك نفس بعد اللي انا عملته معاك؟ انت مش شايف المشروع بتاعك بقى عامل ازاي؟ خليته لك فحمه. صح. ايه رايك؟ طلعت كف وعملتي، وانا برضو كف، وهاخد حق منك. المره اللي فاتت صاحبي حاشني، المره دي مفيش حد، انت وانا، لا اقول صاحبي ولا اي مخلوق هيحجز بيني. اشوفك وهاخد حق منك.